قد تصيبك مصيبة، وهذا في القرآن كله، ولا تنتهي المصيبة في حينها، تجيك المصيبة الثانية. الله يمتحنك أحيانا في اختبارين، تلقاك تكون في ورطة في مصيبة وتدعو تدعو تدعو، تتفاجأ أن يجيك مصيبة أو تكبر نفس مصيبتك. هذا يحدث أحيانا، هذا اختبار من الله. بعد المصيبة الثانية انتظر الفرج. شوفوا شو اللي حصل لسليمان، بس شوف متى ينفرج عليك. سليمان عليه السلام فتن، كان يحب الخيل، وحبه للخيل جعله يفتن بها فتنة عظيمة. كان مرة من مرات طالع بالخيل وجالس يعرضون عليه عرض عسكري، قيل وقت صلاة العصر دخل وفاتته صلاة العصر. الله سبحانه وتعالى يذكر هذا المشهد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. هذه لازم نوقف عندها. هذه كم نجلس على جوالاتنا، على البلاي ستيشن، على أحيانا عزيمة، عندك عزيمة اليوم بعد صلاة العشاء تلقاه المغرب والعشاء ما يصليها في الجماعة، والله جالس أرتب عندي عشاء عندي ضيوف، ورايحة الكوافيرة جالسة تشيل وتصلح أظافرها وتصلح مدري إيش، ومن صلاة العصر فاتت العصر والمغرب والعشاء بحجة إني مشغولة في الكوافيرة أو في المشغل. وقس على ذلك سليمان تعرض عليه الخيل لتدريبها للجهاد والقتال وهو يحب الخيل، ففاتت صلاة العصر. يوم ناظر فإذا بالوقت راح حتى توارت بالحجاب، يعني الشمس. شوف لما يكون في شيء يكون سبب في تأخيرك عن أداء واجب لله يجب أن تصارع نفسك على تركه، مو بشرط تتخلص أنه لا يلهيك عن قيامك بالواجب. قال ردوها عليه جيبوها. طفق مسحا بالسوق والأعناق. اختلف العلماء، منهم من قال أنه مسح بسيفه على سوقها وعلى أعناقها، وقال بعض العلماء قتلها، وهذا قول مرجوح، فكأنه يقول يا رب أنا ألهتني هذه الخيل عن الصلاة وعن أداء الواجب وعن ذكرك فلا أريدها، أنا أتركها لوجه الله. طيب وش اللي حصل؟ الله ابتلاه ترى مرتين، المرة الأولى بهذه الخيل. سليمان الموضوع الثاني كان في عهده يجوز الزواج بلا عدد، يعني ما في عدد محدد، فتزوج 100 زوجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله لأطوفن في ليلة واحدة على 70 امرأة من نسائي ويحملن وكل امرأة تحمل بفارس يجاهد في سبيل الله، لكنه ما قال إن شاء الله، ولم تحمل إلا امرأة واحدة. قال النبي والله لو قال إن شاء الله لحملن كلهن وأنجبت كل واحد منهن فارسا يجاهد في سبيل الله، كلمة إن شاء الله. وابتلاه الله الابتلاء الثاني، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه ايش؟ جسدا. ينتظر الولد من بين 70 حرمة، ويوم جاء ينتظر ولدت حرمته فإذا بالولد ليس له أطراف، ما له يدين ولا رجلين ولا شيء. فنظر سليمان وصدم، عرف أن الله عاقبه وأنه ابتلاء من الله. هنا مباشرة سليمان. شوف إذا زادت مصيبتك وزاد الهم عليك، قال الله تبارك وتعالى ثم أناب، هنا على طول ارتفت، قال ربي اغفر لي. إذا دعا وجمع بين الاستغفار بعد المصيبة، ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هو يعرف أنه إذا دعا في هاللحظة دعوة مستجابة. قال الله فسخرنا له الريح. طيب ليش الله بدأ بالريح أول شيء؟ لأنه ترك الخيول اللي كان يتنقل بها، قال الله خلها نعوضك بريح تنقلك، ما هو بالخيل، لأنك تركتها من أجلي فأنا أعوضك بما هو أفضل من الخيل. قال الله فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء. ايش معنى رخاء؟ ما في مطبات صناعية، حيث أصاب، أي مكان يبغاه تنقله الريح، غدوها شهر ورواحها شهر. وش معنى هالآية؟ مسافة الشهر هذه، الشهر اللي كان يروح على الخيل تأخذها في غدو، في صباح، في أول النهار. عنده بساط من خشب كان يركب عليه ويركب عليه كل من يريد. المشوار حق شهر ياخذه في نصف نهار. الثانية جاه الولد، والشياطين كل بناء يبنون له اللي يبغى، كل ما تريد أن يبنى لك، وغواص. وفي البحر ندخل لك شياطين يغوصون ويجيبوا لك اللآلئ ويجيبوا لك اللي تبغى من داخل البحر. وذكر الله آخرين مقرنين، منهم المقرنين اللي ما يسمعون كلامه يربطهم، يربط كل اثنين، هذا عقابهم في الدنيا، انتهى هذا عندكم في الدنيا. ثم قال الله هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك، عط ولا أمسك أنت حر بغير حساب. قال وإن له عندنا، اللي تو عندكم في الدنيا، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. والله يا جماعة مهما كبرت مصيبتك ومهما عظم أمرك، إن كانت ثقتك بالله كبيرة كثقتك بنفسك، يعني أنك تثق أنك فلان ابن فلان، ثق أن الله لن يخيب لك رجاء وسيعطيك سبحانه وتعالى من فضله ما لا تتوقع.